الفيديو ده ملخص الموسم الاول كامل من حكاية انج، وان شاء الله الموسم التاني هينزل يوم الجمعة. وقبل ما نبدأ الفيديو، بكرة هتنزل لكم مفاجأة واللي هنعلن عليها في المنتدى، واللي هتكون صدمة بالنسبة للكل وحاجة كله كان نفسه فيها، فتوقعوا ايه هي في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتصلوا على النبي محمد. ويلا بقى نبدأ. تخيل انك تكون البطل الاقوى، اقوى بطل في البشرية، في يوم بتقاتل ملك الوحوش وبتنتهي الحرب بخسارتك، ولكن بيتم بعثك مجددا الى المستقبل بعد 60 سنة في شخصية ضعيفة جدا. ولكن مش كده وبس، لا ده كمان ملك الوحوش اللي كان بيقاتلك ذو الثمانية أجنحة تم اختفائه، والمفاجأة الكبيرة انه في نفس الجسد بتاع الولد الضعيف اللي انتقل ليه. يعني البطل الاقوى وملك الوحوش في جسد واحد. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ كله ده هنشوفه في الحكاية. ويلا بقى نبدأ. في النهاية مات الجميع، حتى أنا الذي ألقب بلقب البشر الأقوى على وشك الموت. لقب الأقوى لا يناسبني حقا، رغم إني قتلت كل وحوش السبع أجنحة. أصلا ليه؟ النصب القديم محتواش على 8 أجنحة. إحنا البشر معرفناش القدرات الحقيقية للوحوش. كل ده خطأي، ما كانش عليا إني أتولى مسؤولية الأقوى. وبيبصله ملك الوحوش ذو 8 أجنحة وبيقول أنج هو بيعمل إيه، وبيطير في السماء وبيهجم عليه، وبيقول أنج علشان أنا قتلت الكثير من أتباعه فهو عايز يعذبني. وفي مكان غريب بيقول أنج هو ده الظلام، هو ده الموت. وفجأة بيظهر ضوء، وهنا كانت الصدمة انه بينتقل لجسم ولد ضعيف وبيقول هو ايه اللي حصل؟ انا مش المفروض اني مت؟ ايه اللي حصل بقى؟ لكن ده حلم، الشعور ده حقيقي. هو ايه اللي بيحصل ده؟ وش الجميل وجسم الرائع راح فين؟ انا مين؟ انا فين؟ وبيكون الارض اللي فيها هي مدينة الاحتجاز، وبيقول لهم المدرب لازم تبقوا فاهمين ايه اللي يعنيه المشاركة في اختبار المحارب. اللي بيتسموا محاربين بيمثلوا الحماية والامل، وبيكون هو القائد الثالث لمدينة الاحتجاز واسمه جي ياو تانغ. وبيحكي القائد جي ياو ان في عام 3069 في اليوم ده سقطت 6 نصب قديمة من السماء جايبين الكارثة لكوكبنا. مخلوقات اتسمت بالوحوش خرجت من البوابات بادئين مذبحة بين البشر. واحنا البشر بعد اختبار القتال الصعب اللي اوشك على انه يخلينا ننقرض، اخترعنا اخيرا طريقة قوية تقدر تخلينا اننا نتصدى الوحوش، وهي معدات التطعيم. معدات التطعيم بتسمح باستخدام أنوية اللي بتقوم بجمعها، وعن طريق كده بتسمح للبشر بالحصول على قوة الوحوش مؤقتا عبر التطعيم. ومن 2 سنين فخرنا الأكبر والمحارب الأقوى في تاريخ البشر أنج، الرجل الذي يعرف بملك المحاربين، قاد كل محاربين العالم في قتال تاريخي من أعلى مستوى ضد حشود الوحوش. واستمر القتال ده لأسابيع متسببا بالدمار للعالم. وفي النهاية أكبر محاربي البشر حشود الوحوش على التراجع بإصابات شديدة مقابل فترة تطور دامت 2 سنين حتى النهاردة. وعلى الناحية التانية بينصدم أنغ وبيقول هو أنا سافرت المستقبل بعد 60 سنة؟ والقائد بيقول في نفس الوقت خسرنا العديد من المحاربين الأقوياء، حتى المحارب البشري الأقوى أنج بيقولوا إنه مات أثناء القتال ضد عدد لا يحصى من الوحوش في مستوى 7 أجنحة. كانت هذه الحرب هي الأكبر بين البشر والوحوش. دي بتمثل عزيمة الجنس البشري للقتال واستهلال فجر جديد، وليها اسم تاني وهي معركة الأمل. وبروح لأنغ اللي بيقول لأ، أعلى المستوى الوحوش ما كانش 7 أجنحة بل 8 أجنحة. أنا مش فاكر كويس، ولكن اللي متأكده اللي أنا شفته، البشر ما أدركوش القوة الحقيقية للوحوش. وبروح للقائد احنا ما كناش هنبقى كده إلا من غيرهم. لم يكن العرق البشري ليكون موجودا اليوم من دون المحاربين. هو ده اللي بيعنيه الحماية والأمل للهوية الأكثر تقديرا. انتوا لازم تعرفوا يعني ايه تكونوا محاربين. وبيبدأ كله يصرخ وبيقولوا ايوه، والقائد بيلاحظ حاجة ان انج ما بيصرخش معاهم، وبيبدأ يروح له وهو متعصب بيقف قدام انج وبيقول له شكلك كده ما تعرفش يعني ايه المحارب، اسمك ايه؟ وبيقول انج انا اسمي، هو انا اصلا اقدر اقول له هويتي الحقيقية بصفتي انج؟ ولكن هيصدق حد ان انا انج منذ 60 عاما بينما انا في هذا الجسد الضعيف؟ وبيقول له القائد انا ما اعتقدتش ابدا ان ده ممكن يحصل، انت عار على الاسم الاكثر فخرا، اسمك نفس اسم المحارب انج. ووقتها بيكون انج مصدوم، والقائد بيحط ايده على انج وبيقول له انت مجرد احمق لا يفهم حتى اساسيات الانضباط.
ومع ذلك تجرؤ على التقليل من هذا الاسم العظيم، هذا لا يغتفر. وبيضربه. وعند أنج بيقول إن الجسد ده ضعيف جدا، ما يقدرش يعمل حاجة قدام الضربة التافهة، ولكن أنا متوقعتش إني أمتلك حتى نفس الاسم. وبيقع أنج على الأرض وبيقوله القائد إن أثناء اختبار المحارب هيتأكد من منحه مزيد من الاهتمام. وبيتحرك وبيقول للجنود أنصتوا، اتجهزوا دلوقتي إلى ميدان الاختبار، الآن حان وقت الاختبار البدني. وعند أنج بيقول له صاحبه هو أنت بخير؟ وبيقول له أنج إنه لسه عايش. فبيرد وبيقول له أنت عندك اسم كويس، أنا اسمي لانسي نو، هكون تحت رعايتك. وبتكون في بنت واقفة وبتقول له هو أنت بتجرؤ على حمل اسمه؟ يا لك من جاهل، هو أنت فاكر إن اسمك هيمنحك نفس قوته أو حاجة زي كده؟ وبتكون اسمها سي تو ليو، وبتمشي وهي بتقول له إنه طفولي جدا. وبيكون أنج متعصب منها، هي مالها أصلا؟ وليه أصلا تهتم باسمي للدرجة دي؟ فبيقول له الولد هو انت لسه ما تعرفهاش؟ دي في الغالب افضل متنافسه في مجموعتنا، سي تو ليو، المعروفه بلقب الراقاشه الذي لا تبتسم، وهي بتحمل اسم اكتر عشيره مشهوره في مدينه هوليوس، عائلة سي تو. وبيقول أنج سي تو، هو أنا ليه حاسس إن الاسم ده أنا أعرفه؟ وبيبدأ يقوم. وفي ميدان الاختبار البدني بيكون أنج متحمس وبيقول إن حتى ولم يكن هذا جسدي فأنا ما زلت الجندي الأقوى. انتوا بتجرؤوا على إنكم تستهزئوا بيا والتقليل من اسمي، يا لها من مهزلة. الامتحان ده أنا هستغله لإخافة الجميع وفرض هيمنتي. وبيبدأ الاختبار وبيبدأ يجري بأسرع سرعة، وبيقول إنه هيستعمل سرعته القصوى ويحصل على المركز الأول. كلا، بل أنا هكسر الرقم القياسي. وفعلا بيكسر الرقم القياسي، ولكن في الفشل، لأنه هو في المرتبة الأخيرة وكسر الرقم القياسي لأسوأ نتيجة. وبيكون أنج مش قادر وبيقول إن الجسد ده ضعيف. كل الاختبارات بيجيب أسوأ نتيجة، والبنت بتقول إنه أحمق. بيقول له الحكم إن الشخص المدعو بأنج سيء جدا وإنه مش بحاجة للمزيد من الاختبارات، واحنا مش ممكن اننا نطرده من المرحله دي. فبيرد القائد وبيقول له انه حتى لو ما عندهوش ما يكفي من القوه فعنده الحق في انه يدخل اختبارات او انه يخلصها على الاقل، وان هتكون الجوله التاليه هي الاخيره بالنسبه ليه، وانهم يبداوا المرحله التانيه من الاختبار. وفعلا بتبدا المرحله التانيه، وهي بتكون عباره عن آلة الجوفاتينغ بعنوان معدل المزامنة. وبيضحك أنج وبيقول إن الامتحان ده هيكون فرصته، وإن قبل 60 سنة الجوفاتينغ خاصتي بلغت 96%، وإن بالرغم إن الجسد ده ضعيف ولكن معدل المزامنة الخاص بيا مش بالجسد، لا ده بقوة الإرادة. هؤلاء الملاعين اللي احتقروني واللي عملوني على اني نكرة، انتظروني وشوفيني انا هعمل ايه. انا هوريكم قوة مزامنة الحقيقية عند اقوى جندي للبشرية. وبيلبسوه لبس الاختبار، وبيقول أنج ان هو ده عتاد الجوفاتينغ الحديث وانه خفيف جدا. وبيروح للحكم اللي بيقول للبنت ان معدل المزامنة 39%، والناس كلها بتبقى متفاجئين، وبيقول انها نجحت وان دي ممكن تكون افضل نتيجة في السنة، وان هو ده المتوقع من شخص ينتمي لعائلة فنون قتالية، سي تو ليو، الريكاشة الذي لا تبتسم. وبتشيل الجهاز وبتبدأ تنزل، والناس كلها بتبقى منصدمين منها ومن قوتها. وفي غرفة الاستراحة بتكون فرحانة بالنتيجة بتاعتها وانها حصلت على انتباه الجميع. وبروح لأنج اللي بيقول انها مذهلة فعلا وانها وصلت ل 39% من خلال الاختبار. وصاحبه بيقول له انها فعلا قوية، هو انت اللي مش متوتر؟ فبيقول له أنج انه اعتاد على كده. فبيستغرب صاحبه. وعند المتسابقين العديد من المبتدئين اللي اتفاعلوا مع الأداة أظهروا تعابير الألم زي التوتر، وكانت نسبتهم 9% أو 10 أو 12. وبيقول الحكم ان الجسد هيعمل نسبة بسيطة في أول مرة يتعرض فيها للقياس، وبتكون نسبة المزامنة بتاعة الولد ده 12%، وده معناه انه نجح. وبيكمل الحكم كلامه ان لازم يتحمل القوة النابعة من نواة الوحوش، وان كتير جدا بيختار الاستسلام بدل تحمل الألم، وان الاشخاص بيحتاجوا الى 10% علشان ينجحوا. وبيكون معدل المزامنة بتاع صديق أنج 24%، وده معناه انه نجح. وبيكمل كلامه الحكم وهو بيقول ان في كتير اللي اظهروا نتائج مثيرة زي يو، وكانت معدل
الزمانة بتاعتها 30%. وبيفرح القائد وهو بيقول ان الاختبار ده اظهر العديد من المواهب، وبتقول له الحكمة انه فعلا كلامه صح، وان في 6 متنافسين حصلوا على ازيد من 30%، وهي اقرب من مرحلة المحارب ومستواهم من الفئة سي، وان فرقة المحاربين الجدد شكلها مش سيئة بشكل عام. فبيقول لها ان لسه في بعض الجودة السيئة، وبروح لأنج اللي بيكون مستعد، وبيبدأوا الناس يسخروا منه وبيقولوا هو الأنج ده هيجي دوره بجسده الضعيف هيعمل ايه؟ اكيد هينزل دم في الغالب. وبيبدأوا يضحكوا عليه، وانج بيقول اضحكوا زي ما انتوا عايزين ايها الصبية الغافلون علشان انا هصدمكم. وبعد كده بيختاروا الكرة الحمراء نواة الذرة، وبيقول ان الكرة الحمراء بتمثل القوة، والزرقاء بتمثل الرشاقة، والصفراء بتمثل الدفاع، والخضراء بتمثل الشفاء، وكمان في البنفسجية اللي بتعطيك القدرات الطبيعية، وفي الحجر الاسود وده حجر نادر وبيسموه التردد الزمني. وبطلنا انج بيركب الحجر الاحمر في جسمه، وبيقول اهم حاجة الإرادة، وبيتم التزامن ما بينه وبين الحجر. وبروح لعنبر الاستراحة، وبتكون البنت شايفاه وبتقول ان عنده قوة تحمل رهيب. وعلى الناحية التانية بنشوف انج وهو بيقول لهم راقبوني يا رفاق، انا هبقى اخو جندي. والعمال كلهم بيبدأوا ينصدموا، وبيقولوا انه تردده بيزيد ووصل ل 40%. وانج بيقول هما ما يعرفوش ان هوصل 96%. وانج بيفضل يزيد 45% لحد ما بيوصل 60%. والقائد بيقول اكيد في خلل في النظام، وانج بيفضل يرفع في المستوى بتاع التزامن بتاعه لدرجة انه بيوصل ل 80%. والقائد بيقول ان المكان اللي قاعدين فيه عنبر الاستراحة بيقولوا ان اكيد في غش. وانج بيبدأ يتكلم وهو بيقول انا الملك الاقوى، ودلوقتي قوة هالتي بس تقدر تخليكم كلكم تركعوا لي. وفجأة بتحصل حاجة غريبة، وفجأة بيقع وبيقول لهم ليه وقفتوا النظام. والعامل بيقول للقائد زي ما توقعنا الحجر طلع حاجة نادرة. وانج تردده نزل وبقى 10%. وبروح لغرفة الاستراحة، وانج بيكون هناك وبيقول هو ايه اللي حصل؟ قوتي فجأة انسحبت وقلت، وبإرادتي كنت اقدر اعدي 80%. حتى لو الحجر او النواة ضعيفة هقدر اجتاز الاختبار. وفجأة البوابة بتتفتح، وانج بيبص على الشخص اللي طالع، وبيطلع القائد وبيقول لهم انتباه. وانج ما بيبقاش قادر يقف على رجله، وبيقول لهم مبارك لكم اجتياز الاختبار، ودلوقتي ادخلكم اختبار حقيقي هخليكم تقاتلوا وحش. والكل بينصدم، وبيقول لهم اذهبوا لأرض التدريب الثالث. وانج بيكون تعبان جدا وبيمشي من جنب القائد، وبيقول لهم افتحوا البوابات، وبيدخلوا. وبنشوف القائد واللي بيشوف الحجر اللي كان لابسه انج وبيكون متكسر، وبيقول ان مفيش مشكلة في الحجر، وده معناه ان فعلا كانت 80%، وانه ما كانش بيغش. ودي في حد ذاتها مصيبة، ان ازاي واحد صغير وبالضعف ده يبقى عنده القوة الهائلة دي. وبيقول ان الولد ده بيصير فضول، وبالذات انه اسم المحارب انج اقوى محارب لدى البشرية. وبعد كده القائد بيقول لهم انهم يفتحوا البوابات، وبيدخلوا. وبيكون انج تعبان، وبيقول لهم انه عايز يبدل النواة، ولكن المشكلة اكيد مش في النواة، المشكلة في جسد المنهك. وفجأة المكان كله بيتجمد وكل حاجة بتتجمد، وانج بيكون خايف، وبيقول ان اول مرة يشعر بالخوف. ولكن عايز كنت اقول لكم على حاجة، لو لاحظتوا ان انج اول ما دخل حصل تزلزل في المكان. وهنا برضو كنت عايز انبهكم لحاجة برضو كمان، ولو لاحظتوا ان في حاجة غلط من اول ما انتقل، وبالذات ان النواة اتكسرت مرة واحدة وكان ممكن يعدي المستوى الاكتر. وهنا بقى عايز اوضح لكم ان ملك الوحوش في نفس الجسد، وهو اللي عمل الشعور ده، وهو اللي خلى النواة تتكسر بقوته الهائلة. وبيقول انج انه حس برغبة لحب الوحوش، وده برضو اللي بقول لكم عليه، ولكن لسه ما اكتشفناش ازاي. وبنرجع للي حصل، وواحدة بتفضل تنادم على انج وهو مش سامعها، وبيعتذر لها وبتقول له ان احنا عملنا فريق انا وانت واتنين تاني، وانه لازم يبقى مركز، وهو هل ينضم ولا لا. وبيوافق انج، والبنت بتقول له انه يحاول ما يكونش عقبة في طريقنا. وصاحبه بيقول له يلا استعدوا. وبيقول الشخص اللي معاهم ان الحجر الاسود النادر ده المسؤول على نشر الضباب. والمرشد بيقول لهم انتوا عارفين هتعملوا ايه؟ هتصطادوا في الضباب، ودلوقتي هتاخدوا معاكم خنجر للقتل وجهاز تخفيف الضباب. ومهمتكم بسيطة، هتدخلوا في الضباب وهتذهبوا الى النقطة الحمراء، هو ده كل اللي هتعملوه، وبعدها تخلص المهمة. وبعد كده هتخرجوا بره الدائرة وهتصطادوا الوحوش. وهنا المحاربين بيحتاجوا يواجهوا خطر غير معلوم،
ولو عايز تبقى محارب لازم تبقى عندك قوة جسدية ومهارة عالية ومهارة عقلية وجسدية قوية جدا، كله ده علشان تبقى محارب. ولازم يبقى تقدر تشوف الأعداء بالليل، والقدرة على مواجهة الوحوش والهجوم المفاجئ. وأخيرا وليس أخيرا، لما تقتل وحوش في أرض المعركة وتكون دي أول مهمة ليك هيسموك محارب، والمسؤول بيقول الاختبار انتهى، الفرقة اللي بعدها تدخل. وبيقول إن في بعض الموهوبين في هذه الدفعة. القائدة التانية بتقول أنا حددت هدفي خلاص، أنا مهتمة بسيتو من عائلة سيوتو. وبتكون دي القائدة التانية واسمها دادا جياو. وواحد بيسألهم انتوا من فين يا رفاق؟ فالتاني بيرد عليه وبيقول له انه القائد الاول لبلدة هيوليوس، وبيقول لهم ان في واحد تاني مهتم بيه، وما بين الجميع هو انج، والشخص ده بيكون بيكلم نفسه. وبتقول له القائدة التانية مالك يا تامر؟ بيتعصب عليها وبيبدأ يتخانقوا، وبتقول له انه صح، دلوقتي تم تصليح مصنع الوحوش ولازم نتأكد من عدم وجود وحوش مجنحة. بيقول لها اننا بحثنا وما لقيناش وحوش مجنحة، وبيقول لهم ان احنا هنحتاج ان احنا نبذل كل جهدنا لحماية اللاعبين. بعد كده بيقول الحكم انتهى الاختبار وان تم تجهيز الموقع، ويدخل الفريق التاني. والفريق التاني بيكون فريق انج، وبيبدأ كله يستهزأ بانج، وبيقول ان الفريق ده موجود فيه انج. وعند فريق انج بيقول انج ان دلوقتي جه دورنا، وفجأة حد بياخد الازازة من ايده، وانج بيلاقي ان الازازة اتسرقت، وبتكون البنت هي اللي سرقتها، وبتقول لهم اتبعوني لو قدرتوا انكم تجيبوا سرعتي. وانج بيكون متعصب منها، وبيقول ان البنت دي بتحب التظاهر حتى في الوقت ده، وبيبدأ كل يجري وبتنط وبتحط الازازة. وبتكون القائدة التانية فرحانة بيها، وبتقول انها بتستخدم نواة مختلفة، ولكن سرعتها ما تقلش عن استخدام نواة زرقاء، هو ده اساس عائلة فنون القتال. وعند البنت بيهجم عليها 3 وحوش، وانج بيزعق بسرعة وبيقول لصاحبه انه يتقدم، وبينفذ كلامه وبيستخدم قوته وبينط وبيوصل عندها، وبيبدأ في تفعيل قوته وبيعمل حاجز، وده اللي بيخلي الوحوش ما يقدروش يضربوه ولا يأذوه. وبيفرح المدرب بيه وبيقول ان الولد ده جيد في استخدام قوة النواة. وانج بيبدأ يديلهم تعليمات وبيقول لهم اقتلوهم واحد واحد، وبيأمر البنت ليو يو وبتقول له انها تعمل كلامه. وبيبدأوا يهجموا على الوحوش، وكل واحد بيستخدم قوته وقوة النواة اللي بيستخدمها، وفعلا بتنفذ كلامه وبتقتل الوحش في ثواني وبتقطع شرايح ولا كأنه شاورما. وعند صاحب انج بيضرب الوحش واللي بيوديه بعيد، وبروح للقائد الأول اللي بيقول إن الاتنين دول بيعملوا بتناغم، خاصة تلك الفتاة إنها ريكاش الذي لا تبتسم، وإن قوة النواة الزرقاء جعل جسدها أكثر تناغم. وبروح للريكاش الذي لا تبتسم وبتضرب الوحش وبتستخدم قوتها واللي حرفيا بتفجره، وكله ده في ثانية واحدة. إنها فعلا قوة الريكاش الذي لا تبتسم الذي تدعى بعائلة فنون القتال الأقوى في المنطقة. وعند أنج بيكون بيقاتل وحش، وبيقول إن في 3 نقط ضعف لازم إن أنا أضربهم فيه الأول. أول حاجة العنق، تاني حاجة الصدر، وتالت حاجة البطن. وبعد ما بيضربوا الضربة التالتة حرفيا الوحش بيموت في ثواني. وبيقول أنج إن القوة المتفجرة لهذا الجسم النحيف والضعيف محدودة فعلا، وإنه يغتنم الفرصة دي لاختبار قدرة هذا الجسد، وبيهجم على الوحش بسرعة جبارة. والوحش بيهجم عليه، ولكن أنج بيتفادى ضربته وبيزرع قنبلة فيه، وبيقول إن سرعة ردة فعلته مش كافية، وبيضرب الوحش برجله، ولكن أنج برضه بيتفادى ضربته وبيمسك السكينة وبيطعنه فيها، والوحش بيضرب أنج، وأنج بيكون هيقع في الأرض، بينط وبيمسك السكينة وبيسيبه، وبيقول إن انفجار القوة ليس بقوة كافية، وكله بيكون مصدوم منه، وبيقول إن هو بيتلاعب مع الوحش. وريكاش الذي لا تبتسم بتقول إنه بيسرق الأضواء مني. والقائدة التانية بتقول هو مين الولد الضعيف ده؟ هالته مش كافية. بيرد القائد الأول وبيقول لها مش هالته بس، لا ده كمان تحركاته متمرسة. وعند أنج بيقول إن استنتج حاجة، وإن الجسد ده مش هيقدر يستخدم مهارة واحدة من حياته السابقة، وكمان نفسه هيخلص بسهولة بعد التحرك لفترة، وكمجمل ده حاجة سيئة جدا. وبيقول أنج إن الاختبار انتهى والآن حان وقت قتلك، ولكن فجأة بتطلع حاجة من النص وأنج بيقع، وبتكون دي جذور وكلهم بينصدموا، وحاجة بتطلع من الأرض. وهنا كانت الصدمة إن ده وحش بجناح. والقائد التالت بينصدم وبيعلي صوته وبيقول إن ده وحش مجنح، وكله بيبدأ يجري وهم خايفين، والقادة بيبدأوا يتحركوا. وعند الوحش بيقول بشوي انت عندك حالة وحش، بشوي لديه حالة وحش لا يكون بينكم. وكله بيكون خايف وبيقول انه ده وحش مجنح، والوحوش العادية ليست شيء بجانبه. وبتقول البنت انا حاسة انه يتم تمزيقي في لحظة. والوحش بيبدأ يروح لأنج، وبيقول أنج ان الجسد ده مش ند الوحش ابدا، وان دي المرة الاولى اللي هحس بيها امام الوحوش المجنحة. وبيقول الوحش
مش مهم، انا هجلبكم كلكم جميعا معي. وبيبدأ يطلع خيوط من ايده واللي بينومهم، وبيقعوا كلهم على الارض. وبيزعق القائد الاول وبيقول انت ما تجرأش على المساس بهم. وبيبدأ الوحش يضحك وبيطلع خشب كتير وبيختفي ببطن الارض. وبتقول القائدة التانية انه اخد المحاربين الاربعة، وبيقول القائد الاول اننا لازم نطارده. وعند المحاربين بيقولوا انه وصل لهنا واختفى الاثر. وبتقول المحاربة التانية هو لقي وحش مجنح لهنا، وان القائد التالت مسح المنطقة كلها مرارا وتكرارا وما كانش مهمل ابدا في الامر ده. وبيجي لهم القائد التالت وبيقول لهم هما فين الاطفال؟ انتوا ليه وقفتوا؟ يلا نستمر في المطاردة. بيقول له صاحبه اهدى يا راجل، الاثر توقف هنا. وبتقول له القائدة التانية يبدو ان الوحش المجنح بدأ بالغوص اعمق في الحتة دي، وان مش من الحكمة بالنسبة لينا اننا نتعمق في البحث في منطقة غير مستكشفة. وبيمسك ايده على الارض وبيفتكر اخوه اللي قتله الوحش، وبيضرب الارض بكل قوته وبيزعق وهو بيقول كله ده خطأي، انا ما اتأكدتش من الامر كويس. بيقول له القائد الاول خلينا نرجع الاول، وفي خبر ان المدينة اصبحت في حالة من الفوضى. وبتقول له القائدة التانية اننا التلاتة ما ينفعش نغيب، وبعد كده هنرسل فريق للاستكشاف لاجراء مسح شامل حول المدينة علشان نتأكد من عدم وجود وحوش مجنحة. وبتمسكه وهي بتقول له يا تانغ الوضع الحالي شيء لا نريد جميعا حدوثه، ولكن احنا بحاجة اننا نتمالك انفسنا. انا فاهمة انك حاسس بالضيق. بيبعد ايدها وبيقول لها عودي انت الاول، انا هلقي نظرة بعد كده اجي. فبتقول له انه يتأكد من العودة قبل غروب الشمس، وبيقول لها انه هيعمل كده. وبتقول له القائدة التانية انت عارف ان احنا مش هنقدر نقنعه. فبيقول لها انه عارف، وان اختطف الوحش اخوه الصغير في الوقت ده وكان حاسس بالندم الشديد والقى اللوم على نفسه. فبتقول له ان لو اخوه الصغير لسه عايش فهيكون في عمر الاطفال دول. وعند انج بيصحى وبيقول هو انا فين؟ تحت الارض. وبيقول ان يبدو كده ان الجميع لسه عايشين. استيقظت. وبينصدم انج وبيقول ده وحش مجنح. كما هو متوقع، لقد استيقظت أسرع من البقية. أنت مختلف، أنا فضولي جدا جدا. وبيضرب انج وبيمسكه من راسه. أنت اللي ريحتك زي ريحتنا، وكيف يمكن لهذا البشري لديه هالة وحش واللي أقوى مني؟ بيقول انج ايه الهواء اللي انت بتقوله؟ وبيستخدم قوته وبيفك الحبل وبيضربه، ولكن الوحش بيتفادى ضربته. وبيبدأ الوحش يستخدم قوته وبيقول له انه حيوي، وانج بينط وبيبعد. وبيقول انج ان دي لو كانت حياتي السابقة انا كنت اقدر اقطع راسه قبل ما يتكلم اصلا، انا لازم انقذ التلاتة دول. وبيهجم عليه باقصى سرعة. وبيقول انه وحش من نواة حمراء عنده اشقة عالية مع مفاصل لينة لردود الفعل والهجمات الفائقة، ولكن حقيقة المفاصل دي تفتقر للحماية، فده بيدعم قوتها وبيزيد من ضعفها برضه. هذا غير مجدي. وبيدخل ايده جوه انج وبيقول انج هي دي الطريقة الوحيدة لخلق فرصة لإيجاد نقطة ضعفه إنها مفاصله. وبيمسك ايده وبيقطعها وبيقول انه هيفصلها، والوحش بيتألم. وبيقول له انج ما تقلقش من شغني يا وغد، لقد قتلت الملايين منكم. وبيضربوا الوحش. بيتأذي انج وبيقع جنب الحيطة وبيكون مرمي على الارض. وبيقول له الوحش أنت عارف بنقاط ضعفي، ولكن أنا من نوع الخشبي، نواتي حمراء خشبية، في لحظة يمكنني التعافي. بيقول انج شفاء؟ هما مش الوحوش بتوعت النوع الخضراء فقط من يمكنهم الشفاء، هو قال نوع خشبي هي اتطورت الوحوش في النصف القرن الماضي. وبيقول له الوحش أنت ما عندكش رؤية كافية كبيرة. وبيسحبه بصباعه وبيقول له تعالى، وبيمسكه من راسه. وبيقول انج هو اتصابت اعضاء الحيوية لهذا التنفس اصبح مؤلم، لقد عدت لتوي والان سوف اموت، سيموتون ايضا مثل حياتي السابقة، كان كل من حولي سيموتون بجانبي، انا اسف يا رفاق لن اتوسل لهذا الوغد. وبيقول الوحش هو مات، يا له من بشري ضعيف، هو أنا هتطور لو قتلته سأقوم بالتهامه. وفجأة بيسمع صوت غريب أنت هتلتهمني؟ لا، يجب أن تموت وإلا ستفشل الخطة. وبتنكسر النواة الحمراء. أنا معرفش إن آخر جزء من قوتي هستخدمها هنا. وبيقول الوحش الهالة دي مرعبة، دي 5 أجنحة، لا دي 6. وبتبدأ قوة أنج تبان وبتظهر مخالب وحش وجسم وحش، وبتنفجر الطاقة من كل مكان لدرجة إن هما أول ما شافوا الهالة ماتوا. أنا صاحب 8 أجنحة، الوحيد والأوحد، أقوى وحش ذو نواة حمراء، ملكك. وعند الوحش بيقول ثم 8 أجنحة. رحب بيا، انت قسمي، انت الملك الأحمر المجنح.
وفي مكان غريب بنشوف القائد الثالث وهو بيكون بيدور على المحاربين وبيعدي من جنب الوحش بسرعة جبارة لدرجة ان الوحش ما بيقدرش يشوفه من سرعته، والقائد الثالث بيجي وراه وبيضربه وبيهجم عليه الوحش التاني، ولكن القائد الثالث بيتفادى الضربة وبيضربه برجله وحرفيا بيسف في بيه تراب الارض. وبيقول القائد الثالث انه استكشف المنطقة وما شافش غير الوحشين دول الضعفاء، واللي يبدو كده ان الاطفال ليسوا هنا وانه لازم انه يستمر في البحث ويلاقيهم قبل غروب الشمس. وفجأة بيسمع صوت انفجار، والانفجار بيكون كبير جدا والهلا بيكون في كل مكان. وبيقول القائد الثالث اي نوع من موجات الطاقة واللي جت من الاتجاه ده هما كام واحد، وعند الوحش بيكون هينزل على الارض وبيقف على الارض، وبيقول انه متوقعش انه يستيقظ في المكان المظلم. اجب على سؤالي، منذ ان اختفيت هو لسه الملوك الخمسة المجنحين متواجدين حتى الآن؟ فبيرد الوحش وبيقول له أيوة هؤلاء هم الملوك الخمسة، ما زالوا خمسة لم يتغيروا. فبيقول له ملك الوحوش يبدو أنهم تعايشوا مع بعضهم البعض، وبيضحك بكل خبث وبيستخدم قوته وبيقول هم نسيوا عملوا لي ايه من 60 سنة. انا اخترت جسد المحارب الاقوى المشهور كحاوية، لكن ما توقعتش ان يكون جسم ضعيف بعد التناسخ. لقد خاب املي، اخر جزء من قوتي ضاع على هذا الوضع السخيف. يبدو انني ساعود عندما استيقظ بالكامل. كل ده هيحتاج الكثير من الصبر. انا محتاج الى انتظار المحارب الاقوى لفهم ذاكرة الاجنحة تدريجيا. بيرد على الوحش وبيقول له ان اللي قاله الملك عن الذاكره اللي بتستخدم في التطور والتطور الاجنحه الالتواءات الواضحه على اجسادنا. الكميه تحدد المستوى، كلما زادت الكميه زاد المستوى. وبيقول ملك الوحوش ان يحتاج عقلنا المظلم إلى ذاكرة الأجنحة لتنمية أجنحة جديدة للتطور. هذه قدرة فريدة من نوعها، إنها أيضا سبب تجاوز قوة عقلنا دائما للأعراق الأخرى. هذا المحارب البشري يدعى أنج، وهو الآن مثلك. فبيقول للوحش الأمر فقط إنك بحاجة إلى إنك تاكل وحش من نفس المستوى من العرق المظلم، وهو يحتاج لامتصاص قوة عشيرة الظلام هو أعلى من مستواه الحالي لفهم ذاكرة الأجنحة. فبيقول له ملك الوحوش ثم التطور يمكن اعتبار هذا أيضا هدية مني لكيكي. فبيقول له الوحش يا ملكي ادعمني، هذا الصغير سأساعدك في كل شيء، سأصبح لك ذراعك اليسرى واليمنى، سأساعدك. فبيكمل ملك الوحوش وبيقول لا أستيقظ، انت مش مستحق كده، قيمتك الوحيدة فقط الذاكرة المسؤولة عن إنقاذ هذا المحارب البشري. أيها المحارب البشري، لقد مهدت الخطوة الأولى لك، ما تخزلنيش مع الترقيات المستقبلية. أريدك أن تستيقظ خطوة بخطوة إلى الثمانية أجنحة، حينها سأستيقظ من نومي العميق وأعود. واللي مش فاهم هو دلوقتي عمل ايه؟ كل اللي هو عمله انه نقل قوة الوحش لقوة أنج. يعني دلوقتي أنج بقى عنده قوة خشبية لما يستخدم قوة الوحوش، غير طبعا اللي أقوى محارب في عالم البشر، يعني حاجة جامدة جدا. وبتبدأ تدخل جوه أنج، وملك الوحوش بيبقى نايم جوه أنج كحاوية ليه، وبتبدأ أيادي تتحول على أنج وبيفتكر أنج اللي حصل، وبيقول له أصحابه اللي ماتوا أيها الملك لا أريد أن أموت، إنها لا تزال تنتظرني للعودة. فبيقول له أنج انت مش هتموت، انا هخرجك من هنا. واول ما بيبص له هنا كانت الصدمه، بيقول له لكنهم جميعا ميتون، لماذا انت الوحيد على قيد الحياه؟ وبيصحى أنج وبيكون مرعوب وبتشوف شعره اللي اتغير. وهنا برضه كنت عايزه انبهكم لحاجه، كل ما يطلع قوه الوحش هيبدا جسمه يتغير وكل حاجه، لان الشعر الابيض ده بتاع ملك الوحوش اصلا، وده معناه انه اكتسب قوه من ملك الوحوش. وكل ما يقتل وحش عنده اجنحه هيزداد قوه وياخد مهارته. يعني دلوقتي هو بقى عنده القوه الخشبيه، ولسه بقى لما يقاتل وحوش تانيه هتشوف قوه جباره. وبيقول أنج هو حلم؟ ايوه هو حلم، انها ذكريات. وبينادي على اصحابه وبيقول له صاحبه هو انت صحيت اخيرا؟ وبتقرب البنت منه وهي بتقول له هو ايه اللي حصل لشعرك؟ هو خدك الوحش ليقوم بصبغته؟ وبيقول لهم أنج لحظه، انتوا التلاته عايشين وبخير؟ انا فاكر ان لما اخدنا الوحش المجنح الى الكهف في الارض بيطلع عليه القائد الثالث وبيقول له يبدو انك تذكرت شيئا، قول لنا ايه اللي حصل في الكهف. فبيسأله أنج النقيب جي هو انت ليه هنا؟ فبتقول له القائدة التانية انه يعيد اربعتكم الى هنا من قبل تانغ. وبيقول القائد الاول انه شافهم كلهم خارج الكهف وانهم كانوا جميعا فاقدين للوعي.
ودي حاجة كويسة إن الوحش ذو الزعانف الواحدة لم يتم العثور عليه في أي مكان، وإلا لكان الصعب علينا إعادتكم بأمان. وبتقول له القائدة التانية اللي استيقظ كله، ولكنهم جميعا قالوا إنهم مش عارفين حاجة وإيه اللي حصل في الكهف ومش فاكرين. والشخص الوحيد اللي كان في غيبوبة وحدثت تغيرات كبيرة في مظهره هو انت، وبتديله المراية وبيشوف شكله بعد ما اتغير وبيقول أنج شعري هو ايه اللي حصل كده؟ انا فهمت هي كانت بتتكلم عليه. كل شيء مختلف كثيرا بعد ان تجسدت. اما بالنسبة لما حدث في الكهف فانا اتذكر فقط انني فقدت الوعي بعد اني تعرضت للهجوم. حول ما حدث بعد ذلك انا مش متأكد هو ايه. هو لازم ان اقول لهم بكل اللي حصل حقيقة اني اتجسدت من جديد؟ لا، هيكون ذلك مزعجا جدا. بالاضافة الى ذلك قد لا يصدقوني لانني لست على دراية بما حصل لي، واللي محتاج دلوقتي لاستخدام هويتي كأنج لا أقوم بحد كلي وتوضيح كل شيء. وبيقول لهم إنه فكر الاستيقاظ بشكل غامض للحظة، وهو ده سبب علمي إنه تم إحضارنا إلى الكهف. وبعد كده أنا فقدت الوعي ومش فاكر إيه اللي حصل بعد كده. وبيفكر القائد التالت وهو بيقول هو فعلا كان فاقد للوعي؟ هو أنا بفكر كتير؟ طيب واللي شفته في الكهف ذلك الجدار من الدم المتناثر إيه سبب كده؟ وبيقول القائد الأول وبيقول له أنت اسمك أنج صح؟ أنت بتشارك نفس الاسم مع المحارب الخارق. لقد رأيت الاختبارات والنتائج اللي جربتها وإحساسك ضعيف، ولكن عندما تقاتل وحوش تبدو هادئا جدا. انت قتلت وحوش قبل كده؟ بيقول له أنج لا انا ما عملتش كده، انا فقط لدي رغبة في القتال. لقد جمعت التفاصيل وحللت نقاط الضعف في كل نوع من انواع الوحوش. وبيقول أنج هو صح، ايه هي نتائج اختباراتي؟ فبتقول للبنت انه نجح في الاختبار، وبيقول للولد لان الحدث ده يعتبر مصير. وبتقول راكاشا الذي لا تبتسم ان مقارنة بالفرق الاخرى احنا فعلا متاخرون. فبيقول لهم أنج هو احنا اتاخرنا عن الفرق الاخرى؟ وبيقول له القائد الثالث انه يحتاج الفريق الى النجاح من اجل الحصول على المهمة وجمع النقاط، وانت كنت فاقد للوعي ل3 ايام، علشان كده ليس لديه اي نقطة. وبينصدم أنج وبيقول هو انا كنت فاقد الوعي لمدة 3 ايام؟ وبيبدأ الفريق يجهز والناس بيكونوا منصدمين منهم، وبيقولوا ان هو ده الكابتن جي ياو، وان دول شكلهم محاربين جدد ومجموعة جديدة من المحاربين تجمعت هنا منذ 3 ايام وكلهم صغيرين. وبيقول لهم القائد الثالث انا دلوقتي هشرح لكم القواعد. بدأ كده بإن أهنيكم تهانينا لكم، لقد أصبحتم محاربين رسميا. في نفس الوقت القدرة على العودة بأمان بعد مواجهة وحوش ذو زعنفة واحدة. أهنئكم جميعا لأنكم محظوظون جدا بالعودة من ذلك. ولكن طبعا لو عرف الحقيقة هينصدم ان أنج هو اللي نفخهم ولا حظ ولا حاجة. كل الموضوع ان أنج جامد. وبيكمل القائد وهو بيقول اللي كما ذكرنا سابقا تم تجميع ال4 منكم كفريق واحد وتم تفويضكم تحت رعايتي، وده يعني ان الكابتن المسؤول عن رعاية فريقكم. اجمالا انا حاليا مسؤول عن 9 فوق، وانا املي انكم تبرزوا بيهم يا رفاق. فأنج بيرفع ايده وبيقول نبرز بيهم؟ هو يعني ايه ده؟ فبيقول له القائد الثالث ان اصبح القواعد ان تصبح محاربا اكثر تعقيدا بكثير الان مقارنة بما كانت عليه من قبل. قبل كده في اللحظة اللي اصبحنا فيها محاربين تم ارسالنا الى ساحة المعركة واكتسبنا القوة وهويتنا كمحاربين يقاتلون الوحوش. فبيقول له صاحبه يا أنج هو انت ما سمعتش يوما عن تصنيف نقاط الفريق الصغير؟ فبيقول أنج تصنيف نقاط الفريق الصغير؟ وبتقول راكاشا الذي لا تبتسم في سرها انت فعلا مبتدئ لا يعرف شيئا، احنا حاليا الفريق الاقل مرتبة، لا تسحبني للاسفل. وبيشرح القائد التالت وبيقول لهم ان التمييز بين الاخرين يشير الى ترتيبك في تصنيفات نقاط الفريق الصغير، والسبب في كده ان لدينا قادة مسؤولين عن العديد من الفرق الصغيرة، هو اننا يمكننا تحفيز المنافسة الصحية من خلال تصنيف النقاط وتحسين تلك الفرق. وبما انني مسؤول عن 9 فرق سيتعين عليكم التنافس مع 8 فرق اخرى، وان يمكنك الحصول على النقاط من خلال استكمال المهام من مستويات مختلفة، وان كلما ما زادت النقاط ارتفعت مرتبتك، وان مع وصول قادة الثلاثة كل شهر الفريقان الذي لديهم اكثر عدد من النقاط و6 فرق صغيرة هيدخلوا في مسابقة فرق صغيرة هتكون برضه في جوائز لافضل فائزين. وبالمثل كل قائد مسؤول لديه فريق في المركز الاخير هو وفريقه يجب ان يتلقوا العقاب، سيتم تخفيض رتبتهم الى طاقم التنظيف.
وهيتعين عليهم الانتظار حتى الشهر الثاني حتى تصل الدفعة التالية من فوق المركز الأخير. وبيقول أنج إن ده مش مريح وإن لا عجب إن الشوارع نظيفة جدا. فبيقول له القائد الثالث اللي هي دي القواعد المحاربين، واللي مش هيكون هناك طفرة سوى في المنافسة، وهتستمر الوحوش في التطور، علشان كده لا يمكن للاسترخاء كمحاربين. وإن سيتو هي اللي هتكون قائدة الفريق. وصاحب أنج بيهنيها وبيقول إن أليسا سيتو شخصية دقيقة، علشان كده أنا مش معترض. وكمان البنت بتقول نفس الرأي. وبيتعصب أنج وبيقول هو ليه ما خدنيش أنا أنج، أنا كنت أقوى محارب للبشرية الذي سمى بالملك. وبتبدأ تتحرك وبتقول إنهم هيكملوا مهمتهم. وبيقول لهم القائد إن لسه هيبدأوا بعد الظهر، وإن يمكنهم الذهاب وتحديد نوع المهمة اللي يجب على فريقهم القيام بها، وإنهم يلقوا نظرة على نقاط الفرق الصغيرة. وأيضا هيكون عليكم إنكم تعتادوا على بدلات قتال النانو الخاصة بكم في المعركة الفعلية، وإنكم تعالوا وهتلاقوني لو في أي مشكلة. وبيمشي. وبعد كده الفريق بيتصور عند القائد التالت. بيقول أنت فاكر إيه؟ إن الوحوش بدون زعانف اللي بيتم العثور عليها بالقرب من الكهف قد انفجرت، واللي داخل الكهف كانت هناك علامات لدماء وحش مجهول تلاصقت في كل مكان. فبيرد القائد الأول وبيقول له أنت بتحاول تقول إن هؤلاء الأطفال الأربعة عملوا كده؟ فبيقول له القائد الثالث أنا شاكك في واحد بس، إنه الشخص الذي يدعى أنج. أنا أنفي حاسة بشكل لا يصدق لكنه منه أستطيع دائما أن أشم رائحة الكراهية، إنها مألوفة لي وغير معروفة. وبكلامه ده معناه بيقول إن أنج وحش. فبيقول له القائد الأول خلينا نراقبه بس، واللي انت لو لاحظت اي حاجة مريبة فاخبرنا بذلك. وعند أنج بيكون بيبص على لوحة مهام مركز المدينة وبيقول ان رائع، وهناك 3 مهمات من رتبة A، ويمكن ربح 10 نقاط لكل مهمة من المهام رتبة A فقط. فبيرد صاحبه بيقول له يا أنج انت مش عارف حاجة، مهمات الرتبة A هي اعلى نوع من المهام اللي يمكن انك تلاقيها. وبتقول له البنت التانية اللي يمكن الا هؤلاء ال3 في المرتبة A لانهم الاصعب. وبيقول صاحبه انه مقارنة ب6 نقاط للمهمة من الرتبة B و3 نقاط للمهمة من الرتبة C، مهمة الرتبة A التي تبلغ 10 نقاط، واللي مهمات الرتبتين C و B هي المهام أكثر أمانا، في حين أن المهام ذات الرتبة A غالبا ما تنتهي بخسائر فاضحة. فبيقول أنج إنه فهم، وبتبدأ البنت لا تتحرك. وبيقول أنج إنهم لازم ياخدوهم كلهم